كتير من الناس مش بيتكلم عن الاسباب الحقيقيه ورا كل مشكله من مشاكل الحياه الزوجيه. لو فعلا حابب تعرف ليه العلاقه بينك وبين شريك حياتك فيها فجوه، وليه دايما بتحس ان في حاجه ناقصه بس مش عارف تسميها ولا تتكلم فيها، فالحلقه دي هتكشف لك السر اللي 90% من الناس بتجهله. وكمان هتعرف ازاي كل طرف يقدر يلبي احتياجات شريك حياته، لان الاحتياجات الزوجيه من اقوى واخطر الاسرار اللي بتهد او بتبني اي علاقه، ومعظم الناس مش مدرك قوتها ولا تاثير اهمالها السلبي المرعب. النهارده هنتكلم بصراحه وبشكل مختلف عن الاحتياج اللي هو لو اهمل ممكن يهد البيت بدون صوت او خناق. حلقتنا النهارده مش بس هتخليك تفهم، لكن كمان هتخليك تعرف حياتك ماشيه ازاي ومتجهه على فين. خد بالك وبشكل لا واعي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صديقي المتابع، تفتكر ايه السر اللي ممكن يبوظ علاقه بين زوجين وهما لسه بيحبوا بعض؟ وليه كتير من الجوازات اللي بدات بالحب والاحترام انتهت بالفتور والبعد؟ ليه ستات دايما بتقول انا حاسه ان انا مرفوضه، ورجاله دايما بتقول انا مش حاسس ان انا مرغوب فيا ولا مترحب بيا؟ على فكره المشكله مش في برود المشاعر، لكن المشكله ممكن تكون في العلاقه الحميميه اللي المفروض تبقى مصدر راحه وسكينه بقت مصدر توتر ونقطه خلاف كبيره ما بين ازواج كتير. والمؤسف ان الامثله دي كتير وبنشوفها بتتكرر. ولما كنت ببحث في الموضوع ده ما كنتش متخيل حجم المشكله ممكن يكون قد ايه. واحد بيهرب والتاني بيحاول يقرب، في النهايه الاثنين بيبعدوا عن بعض وهم عايشين تحت سقف واحد. وساعات اللي بيهرب بيبقى مش عارف يشرح هو بيهرب ليه، واللي بيقرب بطريقته هو مش بطريقتها هي. تعالوا نسمع حكايتها. انت بتحبها وانا متاكد ان دي نيتك، لكن في حاجات بسيطه بتعملها بتكسرها من جواها حتى لو هي مش بتتكلم. على فكره صديقي المتابع، الست مش مفتاح بتضغط عليه يشتغل، هي كائن عاطفي محتاج ان هي تحس منك بالامان او تسمع منك كلمه طيبه. هي محتاجه تحس ان هي محبوبه بجد، مش مجرد وسيله لاشباع رغبه او غرض مؤقت. محتاجه تحس ان جوزها يكون بيحبها هي بشخصها وبروحها وبقلبها، مش بس علشان حاجه معينه لكن عشانها هي. الله سبحانه وتعالى قال نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان شئتم وقدموا لانفسكم، الايه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وفي بضع احدكم صدقه. يعني العلاقه الحميميه مش بس رغبه لكن موده ورحمه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل على اهله كان بيبدا بالبسمه والكلمه الطيبه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يداعب ويقبل زوجاته. واثناء العلاقه بعد لحظه قربكم من بعض بيجي الصمت او الانشغال، وساعتها زوجتك ممكن تحس ان اللي حصل ليك انت وبس، مش مساحه حب وتواصل بينكم. وعلم النفس بيقول في النقطه دي ان اللي بيحصل بعد العلاقه اهم من العلاقه نفسها. كلمه حلوه او حضن بسيط او حتى ابتسامه فيها صدق كفيله تبني جسر امان جوه قلبها وتخلي اللحظه دي مش مجرد حدث يعدي. وعلى فكره الموضوع مش كله مشاعر او نفسيه بس، في عوامل جسديه وهرمونيه كتير بتعدي عليها بتحصل بعد او قبل العلاقه او حوالينها. وللاسف الجهل بيها بيخلي بعض الازواج يظلموا زوجاتهم من غير ما يقصدوا. لازم تكون واخد بالك ان شخصيه المراه بتتاثر بتغيرات طبيعيه في المزاج والطاقه، وده طبعا بسبب الهرمونات، وبيظهر في اوقات معينه من الشهر او احيانا كمان مع الضغط والتعب. لكن اللي ما يعرفش ممكن يفسر كل ده على انه تهرب او برود. الفكره ببساطه ان اللي بيحصل ده مش تقصير، ده طبيعي. ولو الزوج فهم ده، وطبعا ده صعب جدا، حاجات كتير هتتغير. مش كل مره زوجتك تقول لك مش قادره تبقى بتتهرب منك، اوقات فعلا بتبقى محتاجه حضنك مش طلبك. انت كزوج مش مطالب منك تفهم كل التفاصيل دي من البدايه، لكن وعيك بالحاجات دي حتى لو كان بسيط هيفرق معاك كتير، هيفرق جدا بعلاقتك بشريك حياتك، وكمان بيخليها تحس ان انت قريب منها، مش بس في القرب الظاهري، ده كمان في القلب والعقل. وعشان تكون عارف ان في اوقات كتير حضنك بعد فهم الموضوع ده بيبقى عندها اهم من اي حاجه تانية، وتطمنها بكلمه حلوه. انت كده بس مش بتراضيها، انت كده بتتبع سنه النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستدفئ باهله، يعني يضم زوجته ويحتويها ويديها احساس بالامان والموده. وعلى فكره ده مش ضعف، ده قمه الرجوله، كمان قمه الرحمه. جرب تعمل زيه صلى الله عليه وسلم. حضن بسيط او نظره فيها ود او حتى كلمه فيها تقدير، ده ممكن ياخد منك 10 ثواني. اللي هياخد منك 10 ثواني هيعيش في قلبها 10 سنين. وزي ما الزوجه ليها احتياجات نفسيه وجسديه، اكيد الزوج طبعا له احتياجات، وساعات كمان بيكون هو الطرف اللي مش مفهوم. وما ينفعش ننسى ان الراجل كمان هو انسان، رغم انه بيبان قوي من بره لكن جواه احتياج كبير محتاج يتحب يتفهم. والتوازن الحقيقي في العلاقه مش هيجي الا لما كل طرف فيهم يفهم التاني. وزي ما اتكلمنا عن مشاعرها واحتياجاتها هي، لازم نقف لحظه ونفكر ونسال نفسنا هو كمان احتياجه ايه. على فكره صديقي المتابع، الراجل مش دايما بيعرف يطلب، لكنه محتاج يحس ان هو مرغوب فيه، مش بس تحترميه او تقدري تعبه، وكمان تحبيه وتقربي منه من غير ما يطلب. وعلى فكره بيفرق معاه جدا انه يشوف مراته مستعده علشانه وحريصه جدا ان هي تفرحه وتستقبله بقلبها قبل شكلها. هو محتاج يحس انه لسه في عينك راجل موجود، مش بس مطلوب وقت الحاجه والمسؤوليه ولا وقت الطلبات والمصاريف. الحب عنده مش بيوصل بالكلام بس، الحب عنده ليه لغه تانية يسمعها في قربك منه، في احتوائك ليه. وما تنسيش ان الراجل بيواجه فتن كتير في الزمن ده، ومحتاج زوجته ان هي تكون ستر ليه وسكينه، وده طبعا مش هيحصل الا باحتوائها وحنانها. الراجل مش آلة ومش هيرتاح من احتياجه ده مجرد ما زوجته تسكت، لكن اللي بيكتمه جواه كل يوم ممكن يجي وقت وينفجر، وممكن ينفجر في اتجاه غلط وما كانش ناوي عليه ويخسر نفسه ويخسره.
وعلى فكره الراجل طبيا بيحتاج تفريغ جسدي منتظم، والكبت عنده بيعمل توتر عصبيه، يعني ممكن كمان يتلكك لك على شويه ميه. حلوه توتر عصبيه وشويه ميه، جميل. لكن كلامك معاه واحتوائك ليه ممكن يرجع كل حاجه مكانها. وخلي بالك لما تزعلي منه وتمنعيه او تغضبي او ترفضي تقربي له، بيحس بالرفض مش بالغلط، وبيتكسر جواه احساسه برجولته. وعلى فكره انا حاسس بتعبك وعارف ان اليوم كله رايح بين شغل البيت والمذاكره والاولاد والمسؤوليات اللي مش بتخلص، لكن حاولي تخلي زوجك جزء من اولوياتك مش اخرها. لو وقت بسيط بتقضوه مع بعض او اهتمام بسيط منك ممكن يعمل فرق كبير في قلبك وقلبه. وهقول لك على حاجه كمان، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ان الزوجه اللي ترفض زوجها بدون عذر تلعنها الملائكه، ما كانش بيهددها، لكن كان بيوضح كميه الالم اللي بيعيشها زوجها في اللحظه دي، وقد ايه الموضوع ده مش بسيط زي ما ناس كتير متصوره. في دراسه نفسيه كمان بتقول الاهمال العاطفي في العلاقه الزوجيه مش بس بيكسر القلب، ده كمان بيكسر النفس وبيخلي الانسان يعيش لوحده حتى لو هو كان عايش في بيت مليان ناس كتير. العلاقه الزوجيه دي مش رفاهيه، دي امانه وسكن وشراكه في الجنه ان شاء الله. خليك دايما فاكر ان الاهتمام مش طرف ولا رفاهيه، ده وقود للحياه اللي احنا عايشين فيها، وان ابسط لمسه ممكن تحيي قلب ميت وتطمن روح وتخلي الحياه تستحق ان الواحد يعيش فيها. ربنا سبحانه وتعالى ما قالش وجعل بينكم حب، لان الحب ممكن ما يدومش، لكن قال وجعل بينكم موده ورحمه. الموده يعني القرب الحقيقي، والرحمه يعني الصبر وقت التعب، وكمان الاحتواء وقت العجز، والستر لما النفس تكون مكشوفه وضعيفه. اللي بينكم مش محتاج معجزه، لكن محتاج دفء وكلمه صغيره تطمن. واخيرا صديقي المتابع، لو عايز تفضل معايا في الرحله دي اشترك في القناه، فعل الجرس عشان الكلام ده يوصل لكل بيت محتاجه. انا بهاء، ودي كانت حلقه من حلقات روح الحياه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.